أعتقد أنه الآن يصبح السؤال المهم. الناس خايفة من نزول بدعوة العنف. الحقيقة عايز أقول لكم حاجة والله العظيم حسب ما عندي من معلومات، وليخرج أي كادر إخواني ليكذبني، الإخوان المسلمين هم اللي خايفين، هم اللي مرعوبين، وعددهم ليس بالحجم الكافي لأن هم ينزلوا زي ما قالوا هينزلوا يوم 21 يونيو في ميدان رابعة العدوية ليبدأوا اعتصامهم القريب من قصر الاتحادية، لأنه عندهم مشكلة أساسية: هينزلوا الميادين ولا هيحموا المقار بتاعتهم؟ يمكن في هذه الحالة أنه يفضلوا حماية المقار، ومن ثم يصعب عليهم أن يقوموا بعمليات العنف. الحقيقة المرشح للعنف هم الجماعة الإسلامية، خاصة السيد عاصم عبد الماجد، اللي هو بيعلن بجرأة شديدة جدا أنه سيقف مع محمد مرسي بكل ما أوتي من خبرة في القتال وفي الاغتيال وفي التفجير، وده عندهم خبرات طويلة جدا من أيام التسعينات القرن الماضي لما كانوا جماعة إرهابية لها تأثير في عمليات القتل والتفخيخ والقتل والاغتيال في ذلك الوقت. هنا لن يكون هناك أي خوف من العنف إذا كان الكتلة التي في الشارع عريضة جدا وكبيرة جدا وباقية جدا ومتلاحمة جدا. ومن ثم هنا هنجد أنه الغيظ المكتوم واللي طالع من عيون المصريين تجاه الخراب الذي سببه حكم محمد مرسي خلال الشهور الماضية أو خلال السنة الماضية تقريبا، خلى كل المصريين شحلة من النار، كتلة من اللهب، مستعدين ان هم ياكلوا باسنانهم اي حد هيعتدي على سائر من الثوار او مواطن في الشارع لمجرد انه ينزل يتظاهر تظاهرا سلميا. وعندنا واقعتين مهمين جدا. الواقعة الاولى ما جرى في اعتصام وزارة الثقافة. الفنانين والكتاب والادباء المعتصمين فوجئوا بما يسمى بالاغارة عليهم. اللي تصدى لهم مين؟ بجانب شباب من الثوار تصدى لهم ناس عاديين معديين عابرين بالصدفة، ثم كانوا سكان وعمال ومساعدين موجودين وعايشين في الزمالك في نفس المنطقة، تصدوا لهم فباظت الهجمة أو باظت الغزوة. النقطة الثانية الأهم، نفس الشيء تكرر في بكوس في الإسكندرية بعد عدة أيام، عندما اعتدى بعض الإخوان على أفراد من حركة تمرد. وجدنا ان الناس اللي واقفه بالصدفه في الشارع هي اللي بتتصدى للاخوان وتواجههم بعنف شديد الى ان دخلوا وهربوا واختبأوا في المساجد. القاعده المهمه هنا وهي قاعده مطمئنه ان حاله الغل وحاله الغيظ وحاله القنوط وحاله الاحساس بالخراب وحاله الرغبه في ان تعود مصر الى ما كانت عليه، هذه الحالة جعلت كل مصري في أي لحظة قابل أن يرد الاعتداء على كل من ينزل ويحاول أن يعيد إلى بلاده صورتها التي كانت عليها. لكن أنا هنا أنصح كل من ينزل الشارع بأنه من فضلكم لا تلجأوا إلى العنف، ولا تلجأوا إلى المولوتوف، ولا تلجأوا إلى الشماريخ، ولا تعطوا فرصة لغيركم إن هم يردوا عليكم بالعنف أو يبرروا عمليات العنف. الحاجة الأهم من ذلك أن ائتلاف الضباط السابقين في القوات المسلحة سيتولى عمليات الحماية والحراسة، ولأنه عنده خبرات ومدرب على هذه العمليات. وبالتالي الأهم أن يبقى الشارع أو يبقى المصريون في الشارع 3 أيام 4 أيام. وفي هذه الحالة هنجد قوى كثيرة بما في ذلك قوى إسلامية واخدة موقف من النظام، ولكنها لم تحسم أمرها في النزول لتطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، وإن كانت قد أعلنت ذلك في بيانات رسمية معلنة. فهذه لو استمرت الحركة قاعدة في الشارع، في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث ستنضم كتل إسلامية ضخمة جدا وكبيرة جدا وستساند الناس اللي في الشارع. وبالتالي هنا يجب أن يحافظ الثوار على وحدتهم، وأنه يتجنبوا عمليات الوقيعة،
يعني اللي هيقول لهم ده فلول، واللي هيقول لهم فلان ده من النظام السابق ومن العهد السابق، زي ما النغمة اللي موجودة في بق الرئيس محمد مرسي، ده فلول وده أعداء للثورة. هذا كلام الحقيقة شديد يعني البساطة، ولا أقول أي وصف آخر، لأنه الحقيقة لو كان هناك 15 مليون شخص وقعوا على أن يرحل محمد مرسي في حركة تمرد، فلو كانوا دول فلول ولو كانوا دول من أنصار النظام السابق ما كانش حسني مبارك جرى له ما جرى واستسلم لما طالب به الناس في 25 يناير 2011.